عمرك فكرت قبل ما تشتري حاجة ليه اشتريتها أصلا؟ طب هو الحاجة دي فعلا أنت كنت محتاجها ولا الإعلانات والشركات لعبت في دماغك؟ بص هكلمك النهاردة عن فن إقناعك تشتري حاجة مش محتاجها، اللي هو التسويق العاطفي والشركات بتعمله إزاي. أول حاجة الشركات بتستخدمها هي مشاعرك يا صديقي، يعني مثلا لو شفت خاتم ومكتوب عليه عشان تستحقها. هنا الإعلان مش بيبيع خاتم، لأ، ده هنا بيبيع إحساسك بالحب والتقدير. أهم حاجة التقدير يا صديقي. تاني حاجة الشركات بتلعب على فكرة الخوف من الفقد أو الفومو، يعني لو شفت عرض مكتوب عليه اشتري دلوقتي قبل ما الكمية تخلص، هنا انت مش بتفكر إذا كنت محتاج الحاجة دي ولا لأ، انت تفكيرك شغال. لو ما اشتريتش دلوقتي ممكن أندم. تالت حاجة الإعلانات المتكررة. ببساطة كل ما انت ماشي تشوف المنتج في كل مكان، هنا عقلك الباطن هيبدأ يقولك أكيد الحاجة دي مهمة، لازم أجيبها. رابع حاجة الترند. ببساطة الشركات بتربط منتجاتها بحاجة شغالة دلوقتي، يعني مثلا تيشيرت عليه صورة ترند مشهور، انت هتشتريه مش عشان محتاجه، لا لا لا، عشان تحس انه جزء من الموضة. ماشي مع القطاع يا صديقي. خامس حاجة التلميح للفخامة. بمعنى يا صديقي إنك يعني لازم تبان إنك لابس حاجات فاخرة من الآخر، يعني مش موجود زيها زي الشركات الفاخرة زي جوتشي. بتبيعلك إحساس إنك مميز لما تشتري حاجته. في النهاية يا صديقي فكر قبل ما تشتري، شوف الحاجة دي أنت محتاجها فعلا ولا بتشتريها عشان شعور مؤقت، لأن الشركات هدفها في الآخر إنها تبيع منتجاتها.